أسلوب التمني في اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أيها الأصدقاء والمتابعون الأفاضل، متابعو اللغة العربية لغة الذوق؟ أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة أو في هذا المقطع الجديد الذي حبذت أن أتناول فيه ما يعرف في اللغة العربية بأسلوب التمني. فالتمني في اللغة العربية هو أحد الأساليب الإنشائية. ربما سبق في قناتنا أن أشرت في مقطع سابق للفرق بين الخبر والإنشاء في علم المعاني من علم البلاغة، إذ أن الخبر هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب، بينما الإنشاء كل كلام ليس يحتمل الصدق وليس يحتمل الكذب. الأساليب الإنشائية هي إما طلبية أو غير طلبية. فالأساليب الإنشائية الطلبية هي 5: أسلوب الأمر، أسلوب النهي، أسلوب النداء، أسلوب التمني، ثم أسلوب الاستفهام. واليوم سوف أتحدث قليلا عن أسلوب التمني، آملا أن تتحقق الفائدة من هذا المقطع. أسلوب التمني بناء على كونه من الأساليب الإنشائية الطلبية التي تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، فهو أسلوب يعني فهو طلب حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، بل وهو تمني حصول شيء، إما هذا الشيء يكون صعبا أو يكون مستحيلا. مفهوم؟ مثلا إذا قلت يا ليت طفولة ترجع في يوم من الأيام. نحن الآن شباب، والشاعر قال يا ليت الشباب يعود يوما. فهل الشباب وهل الطفولة يمكنهما أن يعودا إذا ما انقضيا وانتهيا وصار الإنسان شابا ولم يعد طفلا، أو صار كهلا أو شيخا ولم يعد شابا؟ أكيد لا يمكن ذلك. إذن فهنا طلب شيء مستحيل. وإذا قلت كذلك يا ليت الغد يأتي بسرعة، فهذا طلب شيء مستحيل، لأن لا يمكن ليوم الغد أن يأتي بسرعة، لا يمكن أن يحصل ذلك. ربما قد يحصل نوعا ما حسب النفسية، الزمن النفسي، ما يعرف في السرديات بالزمن النفسي، قد يمكن أن يحصل عن هذه الطريقة، إذ تقول لم أشعر بالوقت، لقد مر هذا اليوم بسرعة وقد أتى غدا بسرعة كذلك. يعني أنت هنا تتحدث عن الزمن نفسيا فقط، أما الزمن فلم يتغير. سأعطيك مثالا: إذا نمت لمدة 8 ساعات أو 9 ساعات فأنت لا تشعر بهذه المدة، بينما لو سألت شخصا يقظا طيلة هذه المدة فإنه يشعر بالدقائق وبالثواني وبالساعات، ويشعر بها تمر بطيئة وتمر كما يمر الوقت في الأيام العادية. لم يتغير أو لم تتغير وتيرة مروره، ولم تزد ولم تنقص ولم تتسارع ولم تتباطأ. إذن فأنت نفسيا بالنسبة إليك مر الزمن بسرعة، وانتهى الوقت بسرعة، ومرت الساعات 8 بسرعة وأنت نائم. مفهوم؟ لكن أن تتمنى قدوم اليوم أو يوم غد أو الأسبوع المقبل بسرعة فهذا شيء مستحيل. أو أن تتمنى كذلك عودة شخص ميت، يا ليت الميت يعود إلى الحياة، فهذا شيء مستحيل، إذ أن الميت لا يمكن أن يعود للحياة بطبيعة الحال في قوانين الدنيا، وإلا فهو ليس مستحيلا عند الله سبحانه وتعالى. رب المستحيل لا يستحيل عليه شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى كوننا قد نتمنى حصول شيء مستحيل، ويكون هذا ما يعرف بأسلوب التمني. قد نطلب حصول شيء أو نتمنى حصول شيء
صعب، ليس مستحيلا ولكنه صعب فقط. والأداة الأشهر في أسلوب التمني هي ليت، وليت من أخوات إن أن كأن لكن ليت لعل، مفهوم؟ فليت تستعمل كثيرا للتمني. فقلت من بين الأمور التي يمكن أن أطلبها وهي ليست مستحيلة ولكنها صعبة، مثلا أن أقول يا ليتني أسافر هذا الصيف. يعني مثلا حل الصيف فأنت هنا تتمنى السفر. هل السفر شيء مستحيل أم هو شيء متأت؟ بطبيعة الحال هو شيء متأت، إذن فأنت هنا طلبت حصول شيء متأت ووقوع شيء ممكن وليس مستحيلا البتة، مفهوم؟ وقد تقول أيضا يا ليت الجاهل يتعلم. إذن فالشخص الجاهل يمكنه أن يتعلم بالاجتهاد وبالجد وبالدراسة والقراءة والكتابة، إذن تعلمه ليس مستحيلا. فأنت هنا تتمنى حصول شيء صعب فقط وليس مستحيلا. لماذا هو صعب؟ لأنه ينبغي أن تتوفر فيه الشروط. ذلك الجاهل لا يمكن أن يتعلم هكذا دون أي مجهودات. أنت لا يمكن أن تسافر في الصيف المقبل دون ماديات ودون أن تتوفر لك الأسباب المعينة على ذلك. إذن فأنت لم تطلب شيئا مستحيلا ولكنك طلبت شيئا صعبا، قد يحدث وقد لا يحدث حسب توفر الظروف وتوفر الماديات وتوفر الشروط التي تساعد على حصول ذلك الشيء. أتمنى يكون الأمر واضح. وقد نجد أدوات أخرى تستعمل للتمني، ولكن هذا قد يدخلنا في خروج بعض الأساليب الإنشائية الطلبية عن مقتضاها الظاهر، كمثلا أسلوب الاستفهام، حرف الاستفهام هل، في قوله تعالى فهل إلى خروج من سبيل. فهم هنا لم يكونوا متسائلين عن كونهم هل سيخرجون من النار أم لا، بل يتمنون خروجهم من النار، ولكن ذلك لا يحصل. فتمنيهم هنا هو تمن لحصول شيء مستحيل. فالكفار والعياذ بالله حين يدخلون النار عياذا بالله سبحانه وتعالى يتمنون الخروج منها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقول إنكم ماكثون، أي إنكم لن تخرجوا منها ولن تغادروها ولن تبرحوها البتة. إذن فخروجهم من النار مستحيل. فهم يتمنون شيئا مستحيلا، وقد تمنوه ليس بليت، فلم يقولوا يا ليتنا خارجون من النار، لا، ولكن تساءلوا باستعمال أسلوب استفهام الذي أفاد هنا التمني، مفهوم؟ فتمنوا خروجهم من النار بعبارة فهل إلى خروج من سبيل. والحديث عن التمني حديث طويل، لا أريد أن يصير المقطع أطول من اللازم. قد نلتقي في مقطع آخر حول ظاهرة لغوية ما، أو حول أسلوب من الأساليب اللغوية البلاغية النحوية الصرفية إلى آخره. المهم أن تعم الفائدة في هذه القناة. فأنتم في قناتي وفي حضرة الأستاذ حفيظ مرزوق من قناتكم اللغة العربية لغة الذوق، تستفيدون منها وتفيدون أيضا بتعليقاتكم التي أطلع على بعضها بطبيعة الحال حين يكون التفاعل قويا. وفقكم الله وسدد خطاكم. وبطبيعة الحال هذا الفيديو يمكن أن يوجه لفائدة الطلبة يعني في التعليم العالي، ولفائدة تلاميذ في الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا آداب، أنهم يدرسون هذه الأساليب بكثرة فقد تعينهم. ولماذا قلت الطلبة في البداية؟ لأن الذين يدرسون علم المعاني ويتخصصون فيه ربما في بحوث تخرجاتهم، فهم يحتاجون إلى مثل هذه الأساليب ومثل هذه التوجيهات، وعليهم أيضا أن يقرأوا الكتب وأن يتوسعوا. ف10 دقائق غير كافية لأن تحيط بكل الذي يجب أن يحاط به، مفهوم؟